نقول تاني، في باقات تدريب اونلاين ب7 8000 جنيه، وفي باقات تدريب اونلاين ب10000 جنيه، وفي باقات ب2000، وفي باقات ب200 جنيه، وفي باقات ب300 جنيه. اختار المناسب ليك واختار المفضل ليك، ولكن لازم تكون فاهم ان جودة الخدمة نفسها بتفرق معاك كتير، وهي اللي هتوصلك لنتيجة. جودة الخدمة من ناحية الشخص اللي بيصمم البرنامج ده عنده العلم والخبرة الكافية انه يصمم لك برنامج مناسب ليك. هل الشخص ده بيتابعك المتابعة اللي انت تستحقها، اللي هتساعدك توصل لهدفك؟ لان المتابعة اهم من البرنامج نفسه. لان الموضوع لو شوية تمارين وشوية تغذية، طب ما ممكن يجيبهم من على جوجل. بس هل جوجل هيقدر يعمل لك نظام غذائي متفصل ليك؟ هل جوجل هيقدر يتابعك لما يكون عندك مشكلة تكلمه تقول له يا عم جوجل انا حصل لي كذا كذا يحل لك المشكلة؟ هل جوجل لما تيجي تستخدم مكملات هيرشح لك افضل المكملات اللي انت محتاجها بناء على جسمك وهدفك؟ هل جوجل هيرشح لك الفيتامينات اللي انت محتاجها بجرعاتها بمواعيدها؟ اكيد لا. وده اللي هيخليك تختار دايما جودة خدمة افضل، ما تروحش تختار اي خدمة وخلاص. فما تدخلش تفاصلني في سعر، لان عامل لكم خصومات قوية وفي نفس الوقت خصومات مناسبة لكل الناس. اي حد بيروح الجيم، اي حد عايز يوصل نتائج ما وصلش، اي حد حاسس ان مش عارف يبدأ ازاي، يشترك في الباقة الاقتصادية، اقوى خدمة رياضية في مصر لكل المصريين. الباقة دي مقفولة على المصريين بس، غير المصريين السعر بيختلف. هتاخد جودة خدمة وهتاخد سعر وهتاخد ضمان انك لو ما وصلتش لهدفك خلال 3 شهور هتاخد 3 شهور تاني بشكل مجاني. بس كده، عايز ايه تاني اكتر من كده؟ عملت لك كل حاجة انت عايزها. يلا مساك فل، لو مهتم بعت لي رسالة وخلينا نبدأ.